طريقة عمل البيتزا الإيطالي. هما 3 مكونات بالظبط: دي ورشة ملح وخميرة ومية. يعني اللي يزود بقى بهارات توابل مش عارف ايه. عايز تجود، اللي عايز يعجن ببيض بلبن. يعني في كل حاجة، في اللي يحط يعجن بزيت. أنا بضيف بس الزيت. ممكن ألم بيه العجينة في الآخر، أو أدهن وش العجينة وهي بتخمر. يعني بس المكونات والخطوات الأساسية هي اللي أنا بوريها لك دي دلوقتي. وأعجن كويس وأضيف مية على حسب ما العجينة ما تاخد معايا. أنا هنا عجنت حوالي نص كيلو، يعني أنا شغال كده. عادة بشتغل بالبركة، يعني مش بوزن وأعمل لها مقادير بالظبط. بس الأساس بتاعي الدقيق حوالي نص كيلو، وأضيف بقى مية على حسب الرغبة، على قد ما تاخد يعني. واعجن واخلي القوام بتاعها طري. اهم حاجه طري، حتى لو بتلزق في ايدك كويس، بتلزق في ايدك شويه، مش مهم، ده كده يبقى كويس. اهم حاجه تبقى خفيفه وطريه، عشان وانت بتاكلها بعد كده تبقى سهله الهضم وتتشكل معاك بسهوله، وبتبقى طعمها احلى بكتير. ومش مهم اول مره دي تعجنها كويس، لان بعد كده هنغطيها ونسيبها ترتاح مثلا نص ساعه. وبعدين ترجع تديها قلبتين تلاتة كمان، بتخلي القوام وشكلها بيبقى أحلى، وتشتغل معاك أحسن. مهم تقفلها. وأنا هنا بوريك العجينة عامل القوام بتاعها ازاي، ووصلت لأني مرحلة. أنا هنا طرية اهي، وبتلزق في ايدي شوية، فلازم ايدي تبقى سريعة. واسيبها ترتاح حوالي مثلا تلت ساعة نص ساعة، بس مش أكتر، عشان لو خمرت مش هينفع بعد كده اديها تقليبة تاني. هنا ارتاحت وبقت انسيابية أكتر. وبديها قلبتين كده، ولم العجينة كويس، دي كل ده شغال معانا عادي. وترجع تغطيها تاني. أنا هنا قبل ما غطيتها اديتها رشة زيت خفيف على الوش وغطيتها. بس ما لحقتش اجيبها في الفيديو، معلش يعني، بعتذر. لفها كويس كده عشان لما تيجي تقسمها، لأن المقدار ده يعمل معايا كذا كذا بيتزا. على فكرة جمع بيتزا بيتزا برضو يعني ماشي. انا بصراحة كنت مستعجل عليها، وكنت جعان، ملحقتش اسيبها تخمر كويس. كان المفروض تقعد مثلا ساعة تاني ولا حاجة، بس المدام عندي كانت جعانة. فرحت قسمتها على حتتين، عشان انا بيتزا وهي بيتزا. لازم تقفلها كويس قوي، عشان وانت بتفرد العجينة لو فتحت معاك دي مشكلة، مش هتعرف تعمل بيتزا كويس. انا بوريكم البيتزا المدورة، مش اللي بتتعمل في الصينية على فكرة. دي اسمها بيتزا توندا. وتقفل كويس، تقرصها كده بإيدك و... و... وتدورها. لازم تبقى دايرة وانت بتدورها، لان بعد كده وانت بتفرد ده هيفرق معاك، هيريحك. وارجع اغطيهم تاني بقى، اسيبهم يرتاحوا شوية كمان قبل ما ابدأ الشغل فيهم. والبيتزا الايطالي على فكرة، اساسي اساسي تفرد العجينة تبقى رقيقة. مش لازم تخلي سمك العجينة كده سنتي زي ما بتعملوها وناس كتير بتعملها، لا. تخليها تفردها بالنشابة كويس قوي. تبقى عاملة زي البسكوت كده وهي طرية. بتبقى جميلة بقى، بتطلع جميلة. والصوص الطماطم اللي يتحط ده مقاديره آه، طماطم وملح ورشة زيت زيتون. ولو عندك بازيليكو اللي هو الريحان ده، وخلاص مية مية. وعشان تسويها في الفرن بتاع البيت، حطها من تحت الأول، وبعدين ارفعها فوق على الشواية تستوي معاك كويس. هنا الصلصة لازم تعملها كويس قوي، عشان ده طعم البيتزا بقى في الصلصة. بس خد بالك الأطراف ما تجيبش عليها صلصة، عشان بعد شوية في الفرن الصلصة دي بتبقى مية، ممكن تطلع من البيتزا تلزق وتتحرق وتبقى ريحتها وحشة وطعمها وحش. وبعدين هنا رفعتها فوق بعد ما قربت تستوي. وألف هنا وشفا.